السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنتكلم عن ماتش قطر والإكوادور. انتهت نتيجة 2-0 لصالح الإكوادور. طبعا بتشوف ان قطر ما وصلتش المباراة خالص، يعني ما شفناهاش. لازم نتكلم عن الإكوادور الأول. الإكوادور اللي فيها اللاعب اللي فنش الهجمات، واللي ده نستحق نتكلم عليه، اللي هو عنده الفينش مظبوط جدا. فالنسيا لاعب رائع جدا جدا جدا، عارف يجيب براسه، عارف يجيب برجله، وعارف يسدد بلنتيات. لا، لاعب متكامل. وانا قعدت اسال نفسي وانا بتفرج على المباراه، ازاي لاعب زي ده ما بيلعبش نادي من كبار اوروبا؟ ازاي مثلا سيتي ولا اليونايتد ولا الريال ولا البرشا النادي ما شافتهوش؟ ازاي ليفر بدل ما تجيب نونيز ازاي ما شافتش مهاجم زي ده؟ مهاجم بيترجم لك الهجمه في نهايه الهجمه، ما بتكتبش ضاعت او خرجت، لا بتكتب سجلت. لاعب رائع جدا. هتقولي طب ما في نفس الوقت هجمات ضاعت، هجمات ما كانتش بنفس الخطوره بتاعت الهجمات اللي جت. بجد لازم نحيي منتخب الاكوادور اللي عمل ماتش رائع جدا وما قلقش، بسبب طبعا ان قطر كان عنده اللي هو زي بقى يعني حاجه زياده، ان هو بيلعب على ارضه وفي وسط جماهيره. لا، هو ما خافش وعمل اداء رائع عشان يرضي الجماهير اللي في الملعب والجماهير اللي بتتفرج من بيوتها. فعاش الاكوادور والف الف مبروك، وعاش يا فالنسيا عشان هو لاعب عنده 30 سنه وما فرقش مع السن. فده لاعب تحترمه وتقدره وتقول عليه لاعب كبير وعنده خبره ولاعب يستحق الاحترام. لو اتجهنا بقى لقطر اللي انا ممكن القبها بعلامه استفهام كاس العالم، هي دلوقتي هي المستضيفه، لازم تقدم اداء جامد ومش هتخاف من حاجه. لا، ما شفناش الكلام ده. تحس ان اتوبيس قطر ما وصلش المباراه، ما شفناش كتير. المعز، ليدوس، عبد الكريم، ومزيدا من الاسماء، لكن ما شفناش كل اللعيبه دي. فانا عندي تساؤل، هو امتى اتوبيس قطر هيوصل؟ امتى قطر هتوصل؟ انا عندي اعتقاد ومعتقد كده في نفسي ان نقطه البدايه هي نقطه النهايه. تقولي ازاي؟ هقولك مثلا النهارده قطر خسرت، هتلاقي عندها ماتشين قدام هولندا والسنغال، لازم تكسب عشان تصعد. ازاي تكسب السنغال؟ ازاي هتكسب منتخب بحجم منتخب هولندا؟ ازاي؟ فهي دي كانت نقطة ممكن تاخدها يا بالتعادل يا بالفوز، لكن هي تخسر دي بتحط نفسها في مأزق. وطبعا يعني كان لازم تلاقي الحل بسرعة، لكن هي ما لقتش الحل ده. فانا شايفه ان قطر لازم توصل بسرعة. مش معنى انك المستضيف يعني الدنيا هتمشي سهلة، انت بتلعب زي اي منتخب، فلازم تفوقوا وتقدموا اداء يليق بالعرب قبل ما يليق باسمكم، عشان انتوا بتمثلوا اسم العرب. انتوا السعودية والمغرب وتونس كل ده بيمثلوا اسم العرب، فلازم تليقوا باسم العرب وترفعوا اسم العرب قدام العالم الغربي والعالم عامة. بس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي.